السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. غادي نشارك معكم البسطيله ديال الدراوش اللي كتجي بنينه ولذيذه صراحه وحشوه رائعه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تبخلوش عليا بواحد اللايك والاشتراك في القناه، وتخلوا لي شي تعليق زوين يكون محفز، وخليكم معايا للنهايه ديال الفيديو باش تشوفوا كيفاش حضرت هاد البسطيله الكذابه اللي صراحه كتجي لذيذه ورائعه وواحد الحشوه اللي كتجي بنينه. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. وندوزوا للمقادير وطريقه التحضير، وخليكم معايا للنهايه ديال الفيديو. ما تنسوش تخليوا لي لايك، وبسم الله نبداو على بركه الله. عندي هنايا بصله كبيره اللي شلطتها، ماشي شلطتها، حكيتها في الحكاكه الغليظه. هنا الاكثريه ما كيديروش البصله في البسطيله، ولكن راه الصراحه راه كتجي الحشوه معلكه الا درتو فيها البسطيله، وكيجي المذاق مختلف وكتجي لذيذه. غادي نزيد عليها الزيت النباتيه والزيت البلديه وشويه ديال الملحه من طبيعه الحال. الملحه ما تكتروهاش لان غادي نديرو حامض مصير، غادي يكون مالح، والزيتون حتى هو مالح، والطون. وغادي ندير شويه ديال الابزار حتى هو ما كترتوش، حيت غادي ندير الفلفله الحاره. صافي غادي نشحر هاد المكونات هادو حتى تدبل ليا شويه هذيك البصيله، يتبدل اللون ديالها. غادي نزيد عليها انايا درت السيبيا ولا داند، درت تقريبا 15 درهم ديال السيبيا مع لا داند. تقدروا ديروا السيبيا بوحدها او لا داند بوحدو، المهم اللي متوفر عندكم ديروه. دائما ما تقيدوش بالوصفه كما هي، اللي متوفر عندكم في الدار ديروه وما تحرموش راسكم. المهم هنايا زدت الفلفله الحاره قطعتها هكا طريفات صغار، 4 ديال الفصوص ديال الثوم حتى هما مقطعين، واحد الربع حامضه مصيره حتى هي قطعتها، وشويه ديال القزبور المعدنوس او لا قزبور بوحدو اللي متوفر ديروه. غادي نزيد شويه ديال التحميره او البابريكا والكمون، الخرقوم البلدي، سكينجبير. هنا التوابل كندير غير شويه شويه، لان الا كثرتوا التوابل بزاف ما كيجيوش زوينين في الماكله. ديروا غير شويه شويه من الحاجه باش كتجيكم ديك الحشوه ديالكم لذيذه. صافي غادي نحرك هاد المكونات هادو حتى كتشحر لي هاد لدند مع السيبيا، وغادي يطلق الماء. وهاد الحشوه هادي راه كتجي خطيره، من اعز الحشوات عندي هي هاد الحشوه هادي، كتجي خطيره ولذيذه بزاف، والريحه ديالها كتشم من بعيد. هنا اخر حاجه ضفتها هي شويه ديال الزيت ديال الكروفيت. هذيك الزيت ديال الكروفيت راني سبق ليا وحاطه الفيديو كيفاش حضرتها، غير من القشور ديال الكروفيت اللي كتجي زوينه حتى هي وكتنفع بزاف. هنايا زدت الفلفله خضراء، الا عندكم الفلفله الملونه حتى هي ديروها، ما عندكمش ديروا غير الخضره. وصافي هاد الحشوه كيف ما قلت لكم الريحه ديالها كتشم من بعيد وكتجي رائعه. في هاد اللحظه هادي جا عندي ولدي قال لي ماما كديري بسطيله، شم غير الريحه ديال ديك التشحيره ديال الحشوه وجا عندي قال لي راه كديري بسطيله. صافي هنايا زدت الشعريه الصينيه اللي سلقتها، راه كلشي كيعرف يسلق الشعريه الصينيه، غير كنبغيو نشاركو معكم. وصافي دابا راه تبارك الله كلشي ولا تيعرف يطيب. صافي هنا غنزيد الزيتون الخضر مقطع حتى هو، والزيتون الكحل والقزبور المعدنوس. كنخليه حتى الاخر، كنضيف واحد الكميه لا باس بها باش كيجينا ديك الحشوه بنينه. صافي هاد الحشوه هادي جربوها غادي تعجبكم بزاف، والمذاق ديالها كيجي خطير. هنا غادي نزيد واحد الطون، الا ما كانش تقدروا تستغناو عليه، غير باش كنزيدوا نركزوا داك المذاق ديال الحوت، لانها بسطيله ديال الحوت كذابه. المهم كتجي، المهم هو البنه، غير تجي بنينه وصافي. اللي كان فيها ماشي مشكل، انا كنسميها بسطيله ديال الدراوش. صافي غادي نخلط هاد المكونات هادي، غادي نخليهم يبردوا على جنب عاد باش ندوز نعمر الورقه ديالي. هنا راه كندهن بالزيت ديال الكروفيت كيف ما قلت لكم، الفيديو راه كاين في القناه. الا هبطتوا شويه راه غادي تلقاو هذاك الفيديو ديال القشور ديال الكروفيت اللي كيجي زوين الصراحه، هذاك الزيت وكينفع بزاف. صافي هنا غادي نلمط البسطيله ديالي عادي كيف ما كتلمطوا البسطيله عادي. غادي ندير ديك الحشوه، غادي نستفها هكايا. صافي غادي نسد الورقه ديالي على حسب كل واحد وكيفاش كيسد
البسطيله ديالو. انا سديتها غير بهذه الطريقه العاديه. صافي غادي ندير لها زعما الزواق، غير شويه د العياقه وصافي. المهم غادي ندير لها شويه ديال الزواق من الفوق، ندهن الورقه بداك الزيت. صافي انا راه كنوريكم زعما اللعيبات وداك الشيء. المهم غادي نحط هذيك الورقه صافي باش غير تعطينا واحد حيتاش ما غادي نزينها ولا والو، غادي نزينها غير تزيين بسيط، غير باش تعطينا واحد الديكور من الفوق. هنايا من بعد ما طابت شعلت لها غير من تحت الفران وعلى عافيه مهيله. من الفوق ما شعلتوش، تحمرت بوحدها بلا ما نشعل ليها من الفوق، شعلت لها غير من التحت وهي تحمرت من الفوق بوحدها. صافي خليتها على عافيه مهيله حتى طابت ليا ديك الورقه وجات لذيذه بزاف. جربوها راه ما غاديش تندموا. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم ويعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنسونيش من الدعم ديالكم وتشجيعاتكم، والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.